انا بعد خسرت من صن داونز النهارده، ايوه لازم ابقى مقهور عشان بطلع بقى. انا مش مشكلتي ان انا كمشجع اهلاوي، انت كاهلي عودتني ان انا اخد البطوله كل سنه. مش مشكلتي من اول ما اتولدت الاقي ان الاهلي كل سنه، حتى في الفتره في السبع سنين ما كانش بياخدها، كان بيصعد كل شويه ربع نص نهائي ونهائي. فانا مش مشكلتي ان انا طموحي كبير، طموحي عالي، وانت اللي عملت معايا كده. فانا مش مشكلتي بقى ان انا دلوقتي اطلع انتقد، اطلع اقطع في فروه التخين في النادي، اطلع اقول ان الاداره فاشله عشان استنت على كولر كل ده، اطلع اقول ان كولر فاشل، بس مش هجيب سيره اللعيبه، لان اللعيبه بتنفذ كلام المدرب واللعيبه ما بتاثرش. طبيعي بدافع 180 دقيقه، حتى في النهائي اللي فات كنت بدافع، فطبيعي اخسر. ده طبيعي العب بخمس لعيبه دفاع على ارضي في 180 دقيقه، كده كده لازم يجي فيا جول. انت فاهم القصه؟ فانا بالنسبه لي مش مشكلتي ان انا كنت هصعد النهائي السادس على التوالي، وتيجي تقول لي انا صعدت خمسه وخدت اربعه، فما تزعلش. ما فيش حاجه اسمها ما تزعلش. دي مش مشكلتي ان انا اتعودت ان انا بقالي 5 سنين كل سنه بلعب كاس عالم انديه، والسنه الجايه مش هلعب كاس الانتر كونتيننتال. مش مشكلتي ان انت عودتني ان انا احطم كل الارقام القياسيه، وتيجي دلوقتي اكلم حد يقول لي يا عم واحنا مخرجين هنفضل ناخد البطوله كل سنه. ايوه احنا بنفضل ناخد البطوله كل سنه، دي طموحاتي، دي امان، ماليش دعوه. انا بقى فريق تاني بيطلع من ستالينبوش بيلعب في كونفدراليه، مش عارف اصلا يخش دوري ابطال افريقيا، ولما بيلعب فيها بيتلعب فيه وبيطلع من المجموعات دي. مش مشكلتي يطلع واحد هلفوت زملكاوي يحفل عليا، ده هلفوت. هتقول لي 30 مليون زملكاوي هلافيت لما يطلع يحفل عليا عشان انا بخرج من نص نهائي دوري ابطال افريقيا اللي انا باخدها 4 سنين في اصل 5 سنين، وكنت اصعد النهائي السادس على التوالي كل سنه بروح الانتر كونتيننتال. هتيجي تقول لي ظروفي وانت اقوى مني؟ ما هو عشان انا اقوى منك يهبل بصعد البطوله كل سنه، وبصعد نهائي كل سنه، وبصعد نص نهائي كل سنه. ما هو انا طبيعي ان في سنه هعيد ترتيب اوراقي، هيبقى عندي نقطه ضعف زي كولر، ده طبيعي. ريال مدريد نفسه بيقع، ريال مدريد السنه دي تعبان. انت فاهمني؟ فالفرق بيني وبينك ان انا تعبان والسنه الجايه هرجع اقوى، انما انت هتفضل غرقان في ديونك، في غراماتك، في اللعيبه اللي بيخزوقوك، في النادي اللي بيقع، في الاداره اللي بتديك على دماغك. انتوا شويه هلافين. انا مش هلفوت، انا جامد. انا سيد حافظ قال عليا انا جامد. عشان كده انا كاهلاوي مقهور ان انا بطلع من بطوله كنت لو وصلت فيها كنت هبقى في النهائي السادس على التوالي في دوري ابطال افريقيا. عارف انا زعلان ليه؟ عشان كنت هطلع النهائي السادس على التوالي، اللي هو ما فيش فريق في العالم عملوا اصلا الرقم ده في العالم. حتى الخمسه على التوالي ما فيش فريق في العالم عمله. فانا عايز احطم رقم قياسي لنفسي. انا بقى زعلان عشان لما يبقى عندي اعلى كواليتي في القاره ومش عارف اوظفه صح، ومش عارف اجدد الطموحات بتاعتهم، ومش عارف اخلي الفريق ده ينسجم مع بعضه، ابقى انا مدرب فاشل. فانا زعلان عشان كده. هي مش مشكله جماهير، ده مشكله كولر اللي احنا بنقول ان هو المفروض يمشي اصلا من اول الموسم، من اول ما خسر قدام نادي الزمالك، وهو المفروض اصلا يمشي من الموسم. بيلعب بالطريقه ديت، يعني بالطريقه ديت تقريبا على التوالي بقى من نهائي الترجي اللي فات، من نهائي الترجي اللي احنا كسبناه الموسم اللي فات لحد دلوقتي. كل ماتش كبير في كل بطوله قاريه بيعمل كده، بيدافع وبعد كده يهاجم يجيب جول. حتى قدام الهلال السوداني بره عمل كده. انا مشكلتي مع كولر، بس انا زعلي وقهرتي ان انا خسرت رقم قياسي لنفسي. انت فاهم القصه؟ انا يا عم كاهلاوي مقتنع ان انا مش هاخد البطوله كل سنه. انا اخر سنتين واخد البطوله. انت فاهمني؟ السنه دي في نص نهائي وما طلعتش من المجموعات. فانا ماشي، انا مقتنع بده، يعني انا مقتنع ان ده هيحصل في يوم من الايام. لازم في بطوله هخسرها، مش عارف ايه. انما يا جدعان انا بتكلم ان انا الموسم ده اللي مزعلني، انت لو بصيت افريقيا هطلع موسم افريقيا والدوري وما شاركتش في الكاس، فهطلع بموسم صفري. فدي حاجه مزعلاني جدا. يعني انا بالنسبه لي يا جدعان ما قداميش امل بقى غير ان انا العب سوبر مصري، بيراميدز يكسب الكاس والعب معاه سوبر مصري بصفتي مثلا تاني دوري، ولا مش عارف الزمالك اللي هيلعب. بس انا قهرتي ان حته ان انا ما عرفتش احطم رقم قياسي لنفسي. انما انا مقتنع بنسبه مليون في الميه ان انا مش هاخد البطوله القاريه كل سنه. ما هو ما فيش غيري في القاره. انت فاهمني؟ انما بقى ما يطلعش واحد هلفوت براس بخاخه يقول لي وهو طالع قدام ستاني بوش، انت فاهمني، فريق حفاضات، وجاي يكلمني انا علشان وفي كونفدراليه، انت فاهمني، وجاي يكلمني انا عشان اطلع. هتقول لي ظروفك، الظروف ما بتجيش للرجاله.